لو محتارة بقى يا ست الكل تعملي غدا إيه النهارده وجاية من الشغل تعبانة ومكسلة، تعالي بقى نشوف هنعمل غدا إيه النهارده. مجهزة عندي طاسة سخنة فيها زيت، بانزل عليها بقى بكيلو بطاطس مقطعاهم مكعبات، واروح حاطة عليهم ورقتين من ورق اللوري، وكمان معلقة كبيرة من الزعتر على الروزماري، أحمرهم واشيلهم دلوقتي من الزيت زي ما حضراتكم كده شايفين. ما شاء الله بعمل كل المكونات في نفس الطاسة، ريحة الزعتر على الروزماري خطيرة ما شاء الله. مجهزة عندي كيلو من الكبد على القوانص، بنزل الأول بالقوانص بديها صدمة ما شاء الله، واروح متبلاها عندي بمرقة الدجاج مع الكمون والفلفل الأسمر، بسيبها تتشوح كده تاخد الصدمة، وبعد كده أنزل عندي بالكبد ما شاء الله. ادي اتبل بقى كله كده مع بعض، اللهم بارك. شايفين حضراتكم كله كده اتبل كده وتشوح معايا. مجهزة عندي بصلتين مقطعاهم جوليان، وكمان فلفل، وكمان 3 حبايات من الطماطم كمان مقطعاها شرائح زي ما حضراتكم كده شايفين. اقلب كده كله مع بعض خلطة جميلة جدا، واروح نازلة عندي بمعلقة صغيرة من الثوم، وكمان بنزل عندي ب3 حبايات طماطم انا بشريهم عندي بالمبشره ما شاء الله، واروح نازله عندي ايه بالبطاطس اللي انا حمرتها الاول. اللهم بارك. اظبط بقى عندي الملح كده مع رشه من الفلفل الاسمر ورشه كمان من الكمون، ريحتها خطيره جدا بالاعشاب، زعتر على روزماري، حاجه كده يعني في الخيال ما شاء الله. ادي اهدي انا طبعا مهديه عليها النار تماما. هنا بقى دي الخطوه دي اختياريه، انا هنا حطيت جبن ما شاء الله، اسيبها عندي على البوتاجاز، اغطي عليها كده تسيح شويه ما شاء الله دقيقه كده. شايفين حضراتكم ساحت معايا ازاي. وكمان حطيت رشه من الخضار، شبت، كزبره، اي حاجه المتوفر عندكم ما شاء الله. بتسيبيها بقى ثانيه واحده على البوتاجاز كده تدي تطعيمه جميله جدا. وبالف هنا وشفا، احلى غدا يا ست الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.